تعرض الفنان المغربيان سعد المجرد وحاتم عمور لمحاولة سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض في شارع بوردو بالدار البيضاء. وفقا لما كشفه حاتم عمور خلال استضافته في برنامج المافيا المغربية على يوتيوب، روى عمور تفاصيل الحادثة، حيث كانا يتناولان وجبة الفطور في 5 صباحا، وقررا تفادي الشارع الرئيسي والمرور من شارع خلفي. هناك اعترض طريقهما شخصان مسلحان بالسلاح الأبيض مطالبين بكل ما في السيارة، لكن الموقف أخذ منعطفا غير متوقع عندما تعرف أحد اللصوص على سعد المجرد وأخبر شريكه الذي بدوره تعرف على حاتم عمور بذكاء. ادعى عمور أن هناك كاميرات تصورهما، مما دفع اللصوص للهرب. ليغادر الفنان المكان بسرعة. يذكر أن آخر عمل جمع بين سعد المجرد وحاتم عمور كان الدي الغنائي محبوبي، الذي تم تصويره في العاصمة الرباط ولاقى نجاحا كبيرا. تجربة مليئة بالتوتر انتهت بسلام.